مع تنوع الثقافات والميراث الشعبي بيظهر لنا عادات غريبة بتعبر عن روح شهر رمضان الكريم والبهجة فيه في مختلف دول العالم. علشان كده بتنتشر عادات غريبة لبعض الشعوب في شهر رمضان، منها الغريب ومنها ما يتصدقش. فتعالوا نشوف ايه هي أغرب عادات وتقاليد الشعوب في رمضان. في شهر رمضان في السودان كل يوم الصبح بيدربوا النساء على تجويد القرآن الكريم، لكن الأغرب إن لازم يكون الفطار جماعي في ساحات واسعة، يعني بيتجمع كل الأسر في ساحة واحدة كبيرة وبيفطروا مع بعض. وبيختلف الفطار الجماعي في القرى عن المدن. فبالنسبة للقرى بيبدأ السكان بقطع الشارع على المسافرين وإجبارهم على النزول من عربياتهم أو الباصات اللي راكبينها علشان يفطروا ويشربوا الشاي والقهوة كمان بعد الفطار، وبعد كده بيكملوا طريقهم قبل صلاة العشاء والتراويح. أما في المدن بتخرج الأسر السودانية للشارع وقبل ميعاد الأذان بدقايق بيتجمعوا على شكل حلقات علشان يتشاركوا مع بعض وجبة الإفطار. وبصراحة أنا شايف إن دي من أجمل عادات السودان مش أغربها. أول ما بتثبت الرؤية بيزغرطوا في كل بيت فرحا بقدوم شهر رمضان. ولا مش بس كده، ده بيخلوا عندهم ريحة البيوت جميلة جدا من كتر ما بيرشوا عطر على عتبات البيوت والجناين من مسك وعنبر ومية ورد. ومش أول يوم بس، لا ده طول أيام الشهر الفضيل. والعادات دي متوارثة أبا عن جد عندهم. وكمان مش أي حد يجهز السحور هناك أول يوم، لازم الجدة أو تيتا يعني حسب ما احنا بننطقها عندنا هي اللي بتجهز السحور، وبيتكون من فاكهة وملبن تركي مشهور عندهم محشي بالمكسرات والقشطة. الأسر المسلمة في تايلاند رغم إنها بتمثل من 5 ل 12% تقريبا من السكان، إلا إن أجواء رمضان هناك مختلفة. بتبدأ من احتفالهم بالأطفال اللي حفظوا القرآن وبيشيلوهم على أكتافهم وبيطوفوا بيهم في الشوارع احتفالا بيهم وكتشجيع لباقي الأطفال والشباب على حفظ القرآن الكريم. وكمان في أول أيام الشهر الكريم الأسر الميسورة الحال بتذبح ذبايح كبيرة، والأسر الفقيرة بتذبح طيور. ولكن من العادات الغريبة في تايلاند هي إن كل أسرة بتطبخ وبتجهز وجبة الإفطار، ولكن يا عزيزي الخبير الأكل ده بيكون ممنوع على الأزواج إن هم ياكلوا منه، وبيفضلوا إن هم يقدموه للجيران تعبيرا عن الكرم والمحبة. والنساء بيخرجوا في حلقات إفطار جماعي قدام البيوت وبيتبادلوا الأصناف اللي جهزوها للإفطار مع بعض. أغرب عادات الشعوب في رمضان على الإطلاق وهي عادة قديمة في أوغندا، وممكن كلنا نشوف إنها مش مناسبة في الشهر الفضيل ولا في العادة يعني، لكن الشعب الأوغندي وتحديدا الرجالة في قبائل اللانجو الأوغندية محافظين على العادة دي، وهي إن الأزواج بيضربوا زوجاتهم على رأسهم قبل الفطار، والستات بعدها بتقوم عادي تعمل الفطار. والسبب ورا العادة دي إنهم بيعتبروا ده تنبيه من الراجل لزوجته إن موعد الفطار قرب. والأغرب من كده إن هتلاقي المرأة الأوغندية بتتجاهل تجهيز وجبة الفطار في حال إنها ما خدتش الضربة دي من جوزها، رغم إن أوغندا بتقع على خط الاستواء مباشرة، وده بيعني تساوي الليل والنهار. بمعنى تاني إن ميعاد الفطار ما اتغيرش من يوم ما الإسلام دخل الأراضي الأوغندية. فهل نساء أوغندا محتاجين التنبيه العجيب؟ وعلى رأي حسين الجسمي لما قال رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. بس لو حبينا نتكلم عن التفاصيل هنقول ايه ولا ايه؟ هنتكلم على الزينة اللي بتملى الشوارع مع قرب الشهر الكريم، ولا نتكلم عن أغاني رمضان المصرية الأصيلة اللي بتفضل شغالة في البيوت والشوارع بمجرد ما شهر رمضان يقرب؟ ولا ممكن نتكلم عن لوازم أو يميش رمضان اللي بتزين محلات العطارة، ولا الكنافة ولا القطايف، ولا يا سلام بقى على أذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت، ولا ابتهالات النقشبندي، وكل ده كوم وصلاة التراويح كوم تاني. لا لا لا، فعلا رمضان في مصر حاجة تانية. ده كل تفصيلة من دول محتاجة حلقة لوحدها، ولولا اختلاف الآراء لبارت السلع. مش عارف ايه اللي بقوله ده، بس يعني كل دولة وذوقها. أنا عن نفسي عجبتني عادات تركيا والسودان، وانتوا ورونا آراءكم في الكومنتات. ولو تعرفوا عادات غريبة في دول تانية قولوا لنا ايه هي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر القناة علشان يوصل لكم كل جديد.